وفاء، مساء الخير. حكيتي في بداية الحلقة أنت بحاجة ل5 علاقات جنسية في الأسبوع والجنس يأتي أولا. متى كانت أول علاقة لوفاء علاقة جنسية كاملة؟ كانت أول علاقة بوفاء عمرها 16 سنة. علاقة جنسية كاملة عم نحكي؟ عن حب. يعني حب كاملة يعني كانت؟ لماذا بهذا العمر المبكر يعني كان في علاقة جنسية كاملة؟ شو كان بدها وفاء؟ بدي شوية عطف وحنان وحب ولذة جنسية بعمر 16 سنة، ولكن بالرغم من انه هذا الشيء يعني محرم دينيا ومرفوض اجتماعيا ايضا. يعني شو بتعرف بنت بعمر 16 سنة عن اللذة الجنسية؟ ما بعرف أي شيء. أنا عمري 16 سنة ما كنت أعرف أي شيء. نعم. شو اللي تغير بوفاء عندما اصبحت امرأة بعمر 16 سنة؟ تغير حاجات كتير. مثل شو؟ عرفت بأن اللذة الجنسية لما كنت بالأول ما بعرف اللذة الجنسية، بعدين عرفت اللذة الجنسية مليح. نعم. سلمتي نفسك لهذا الرجل بعمر 16 سنة، شو كان مصير العلاقة؟ مو سلمت نفسي لهذا الرجل عمري 16 سنة، سلمته على عمري 23 سنة. 23 لكن عم نحكي علاقة جنسية كاملة بعمر 23 سنة. شو كان مصير العلاقة؟ كان مصير العلاقة الحب واللذة الجنسية. نعم. وكان في فشل يعني بعدين في العلاقة؟ كان في فشل في الآخر. نعم. ما كان شيء منه بالآخر. نعم. لكن كان في فشل في العلاقة. لماذا تعددت العلاقات لاحقا؟ قلت لي أنت بحاجة ل5 علاقات جنسية في الأسبوع. يعني ليه تعددت تكررت؟ أنا بدك تنتقمي من الشاب اللي تركك، أم بدك تثبتي أنك أنت امرأة للرجل وباستطاعتك إغواء الرجل، أم كان بحثا أكثر وأكثر عن اللذات الجنسية؟ مو عمري كان في بالي أني ننتقم. نعم. كان عمري كنت بفكر أني أعرف اللذة الجنسية أكثر. تعرفيها أكثر. اللذة الجنسية بالنسبة لك كيف تأتي؟ تأتي من خلال الكلام، المداعبات، التمهيد، أو الجماع، أو من خلال وضعيات غريبة؟ أول شيء الكلام الحلو والمداعبات. نعم. لا، مو مكان مداعبات ولا كلام، ما في لذة، ما في ممارسة. نعم. هيدا هي بالأسلوب بالنسبة لك أن اللذة بتحققيها أكثر من خلال الكلام والمداعبة. هل عندك مثلا خيالات جنسية تتعلق بوضعيات غريبة؟ لا، ما عندي. ما في عندك بخلال المداعبة. لكن هون بس بدي ارجع اذكر انه الشرع يحرم العادة السرية، يحرم الجنس الشرجي، وايضا يعني الجنس الفموي مكروه كرها تحريميا. بس للتذكير عم اقول هذا الكلام. لكن قلتي لي ما في عندك ابدا بعض الهمومات الجنسية اللي كنت عم تحكي عنها. متى تكون وفاء راضية عن اداء الرجل الجنسي؟ بكون راضية عن على ممارسة الجنس لما بيكون على بالي حلو، واكون راضية به، واكون هادئة. نعم. هل في مواصفات معينة عند الرجل تبحث عنها؟ في مواصفات. نعم. بيكون على طويل وعريض أنيق. هذا الشيء اللي عندي بالمواصفات بالرجل. نعم. يعني في مواصفات جسدية معينة بتخليكي تطلبي هذا الرجل أكثر؟ في مواصفات جنسية. مثل يكون عنده حجم كبير بالجنس. نعم. يعني قصدك الحجم العضو الذكري يكون، يعني هذا اللي عم تحكي عنه. هو من خلال كلامك وفاء دكتور داني جوهري، السؤال الذي يطرح دائما من خلال الدراسات ومن خلال كثير من الامور. هون عم تحكي عن وفاء عن موضوع كثير مهم، هو موضوع يعني حجم العضو الذكري عند الرجل. الدراسات بتقول تقريبا 45% من الرجال منهم راضين عن حجم العضو الذكري، وهذا الشيء بخليهم يكون عندهم قلق مستمر، بصير عندهم هاجس ونظرة دونية لجسدهم وأدائهم الجنسي. هون عم باخذ من دراسات من يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا، من استراليا والى اخره. كيف ممكن اطمن الرجل حيال حجم العضو الذكري ليكون اول شيء عندهم استعادة ثقة بنفسهم ويقدروا يحققوا اللذة عند المرأة؟
رح نطمن الرجل انه حجم العضو ما له علاقه بالاثاره الجنسيه عند المراه، لسبب بسيط، لانه الاماكن الاثاره عند المراه هي موجوده بالبزر بالكليتوريس اللي هو برا، موجوده بمنطقه اسمها البوان جي، يعني نقطه الجيم، يلي هي على 2-3 سنتيمتر على دخول الفاجان المهبل يعني. فبقى من هون بنشوف انه الحجم كحجم مش هو الاساس، بينما صلابه العضو ممكن طبعا تاثر بهالحاله. البوانجيه هو موجود ام هو يعني هو قلت لي بعد سنتيمترين فقط من نعم. من هل موجود هذه النقطة؟ هي نقطة نظرية، نعم. يعني مش لازم نروح نفتش عليه بطريقة فعلية، هي أكثر شيء نقطة نظرية، إنه في نقطة هون بالملامسات على هالمطرح هيدا ممكن تولد إثارة وتطورها للوصول إلى النشوة. عم نقرأ أيضا دكتور في بعض الأماكن الطبيب يعني قد يلجأ إلى عملية لتكبير العضو الذكري عند الرجل. قد جراحة يعني قد أول شيء فعالة هذه العمليات، قديش ممكن تساعد العلاقة الجنسية؟ بآخر الدراسات اللي صارت تبين لنا، مثلا تنحكي عن فرنسا اللي بعرف عنها، 500 حالة تكبير عضو خلال سنة عم بيصير، 95% ما لهم أي تفسير وتبرير. بس اللي بيصير انه لو شرحنا للرجل يلي يجي عم بيعاين تيشوف اذا عضوه ضمن قطار مقبول او لا، لو طمناه حيضل براسه فيه هالهاجس انه هو عضو مش كبير ويلجا للعمليه الجراحيه. العمليه الجراحيه بتصير وتكبير الاطار بيصير، بس طبعا اغلبها مش مبرر، مثل ما شفنا 95% ما لهم تبرير. 5% لهم تبرير، 5% ممكن يكون لهم تبرير طبعا. يعني بحاله المايكرو بينس الذكري فينا طبعا في ليجامون بنقصهم على كعب العضو تنربح 2 سنتيمتر، بيرجع بتكبير الاطار، هي عمليه شف الدهون وزرعها حول الكهوف حتى نكبر اطار العضو. لكن هذا مش اساسي للذة الجنسية عند المرأة، على عكس ما كانت عم تحكي وفاء قبل شوي. بالحالة الجنسية بدنا نعرف انه كل مرأة عندها نظرياتها وعندها هوماتها الجنسية طبعا، ما في شيء اسمه بالطب اصلا 100%، وخاصة من الحياة الجنسية كل واحد عنده حياته الجنسية. نعم. بس بالاجمال هذا اللي بنشوفه. نعم. وفاء، تحدثت في بداية الحلقة عن إقامة 5 علاقات جنسية في الأسبوع، إذا ما صار في 5 علاقات جنسية في الأسبوع شو بيصير بوفاء؟ بيصير بقلق وبنزعج. نعم. لما بلاقي أي علاقة بفترض أني بتصل بحبيبي القديم. ولك أنا إذا بصير في علاقة بتشعر بالارتياح، ولكن هالارتياح بيكون بالرغم من يعني مثل ما حكينا مع المتردد هل بتشعري بعقدة ذنب بعد إقامة العلاقات، خصوصا أنه العلاقات خارج إطار الزواج هي محرمة دينيا ومرفوضة اجتماعيا وضد الأعراف والتقاليد؟ بشعر بقلق، مو بشعر بعقدة ذنب. ما بتشعر بشعر بقلق وعصبيين. نعم. قلت لي الجنس يحتل المرتبة الأولى بحياتك وفاء. شو عن الأمور الأخرى اللي حكينا أيضا عنهم مع ضيفاتي في الاستوديو، عن تأسيس العائلة، الاستقرار والاكتفاء بشريك واحد؟ لا عفوا. يعني حكينا مع ضيفاتي عن موضوع الاستقرار مع شريك واحد. أنا كنت السنة الماضية كنت مع واحد. نعم. يعني هل ممكن تلاقي كل الصفات اللي عم بتفتشيها موجودة ممكن تلاقيها موجودة عن شخص واحد؟ دكتور جوهري، كيف ممكن نفسر العدم الاكتفاء الجنسي اللي عم تحكي عنه وفاء بمحل معين، 5 مرات 5 علاقات جنسية في الأسبوع؟ هل ممكن نحكي عن شبق جنسي، عن نيمفومانيا معينة، أم شو ممكن توضح لنا؟ الاكتفاء الجنسي عند المرأة مثل ما قلنا بده عدة عوامل، بده جو الحنان، جو العطف، جو الحب، بده طبعا بخلال العلاقة الجنسية انه الواحد يطور كل الامور يلي بده اياها. بتعدد الشركاء هي ميزة اكثر عند الرجل، بمعنى انه الرجل مثل ما قلنا قبل شوي عنده حالة الانفصال يلي رح يعيشه مع هالمرأة غير اللي رح يعيشه مع مرأة ثانية، والرجل اجمالا بيحب يطمن دائما على كفاءته الجنسية، كرمال هيك بيعدد الشركاء. يعني وقت نقرا عن النيمفومانيا موضوع الشبق الجنسي هو تعدد العلاقات مع عدة رجال اولا، ام تعدد وتيرة العلاقات؟ ممكن تكون تعدد العلاقات مع شريك واحد، وممكن نسميه شبق جنسي ايضا. طبعا. وسام، في عندك تعليق؟ تفضل. هل في ستاندرد معين لعدد العمليات الجنسية من اجل علاقة جنسية ناجحة؟ يعني بين الثنائي
دراسات اللي بينت انه اجمالا يلي بنشوفه اكثر شيء هي علاقه لعلاقتين خلال اسبوع. هلا طبعا هيدي منا غير معدل، يعني في عندنا حالات في كذا علاقه بالنهار، في ايام بنلاقي علاقه كل شهر او كل سنه او اكثر، بس اكثر شيء اللي بنسمعه هي مره لاثنين بالاسبوع. في الاسبوع. شكرا لك دكتور.